بعدما حطت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات بالعاصمة الأسترالية ميلبورن، وذلك من أجل المشاركة في كأس العالم للسيدات. وقد كشف السيد رينالد بيدروس عن اللائحة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات. وتكونت حراسة المرمى من الثلاثي إيناس أرويسا، ثم خديجة رميشي، وآسية زهير. ثم خط الدفاع تكون من أيت الحاج حنان، ونهيلة بن زينة، ونسرين الشاد، ثم رقية مزراوي، وياسمين مرابط، ثم زينب رضواني، ثم صباح الصغير. في حين خط الوسط تكون من بيدري نجاة، وغزلان الشباك، وكاسي سارة، والحميري أنيسة، ثم ألودي النقاش. في حين خط الهجوم تكون من أماني سلمى، ثم روزيلا أيان، وصوفيا بوفتيني، وشابيل كنزة، وغربي فاطمة، ثم جريدي ابتسام، ثم وزراوي ديكي سكينة، ثم فاطمة تاغناوت. وستجرى مباريات كأس العالم للسيدات من 23 من يوليوز إلى 20 من غشت. سيواجه المنتخب الوطني المغربي منتخب ألمانيا يوم 24 من يوليوز، على أن يجري المباراة الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 30 من نفس الشهر، على أن يجري المباراة الثالثة أمام منتخب كولومبيا يوم 3 من شهر غشت المقبل.